الراجل العجوز ده رش شوية مية كده، وفجأة بدأ المطر ينزل على العالم الصغير اللي كان بيملكه. العجوز كان قاعد بيتفرج وهو مبسوط، شايف البني آدمين الصغيرين بيرقصوا تحت المطر، فبص للمساعد بتاعه وقال له: كمل رش يا ولد، احنا الآلهة هنا. المطر خلى الأرض خضرة وخصبة والناس فرحت بيه، بس العجوز ما كانش بيحب يشوفهم فرحانين قوي كده، حس إنهم مبسوطين أكتر من اللازم، فبكل برود قال للمساعد: انشر وباء فيهم. وفعلا المرض انتشر بسرعة، وكل أفراد القبيلة اتعبوا وبقوا على الأرض. الناس الصغيرين افتكروا إن إلههم غضبان عليهم، فكانوا يرقصوا ويصلوا علشان يطلبوا المغفرة. ولما العجوز شافهم بيترجوه رجع قلبه شوية وقرر يسامحهم. ومع الوقت اكتشف البني آدمين النار لأول مرة، اتحمسوا واتنططوا من الفرحة، بس العجوز كان واقف بيتفرج بغل وقال: مين قال لهم يكتشفوا حاجة من غير إذني؟ أمر المساعد يطفي النار فورا، وبعدها خلى الفيلا تهاجمهم علشان يهربوا ويستخبوا في الكهوف. العجوز حس بالزهق وقال لنفسه: هاخد لي نومة صغيرة. بس لما صحى اتصدم، اكتشف ان الناس الصغيرين دول قدروا يبنوا حضارة حديثة من غيره. متنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.